يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين ايه الجمال والحلاوة ده. الكيكة العادية اليومية بمقادير بسيطة جدا وسهلة. بصوا يا جماعة شكلها بيتكلم عن نفسه بصراحة. كيكة من أجمل الكيكات اللي ممكن تعمليها النهاردة بقى الخميس. اعمليها لولادك مع كوباية شاي بلبن كده. تحفة التحفة، روعة الروعة، جميلة جدا، طرية هشة يعني، خفيفة جميلة جدا. سلام عليكم، ازيكم حبايبي يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، كوباية ونص سكر، كيسين فانيليا، كوباية سمنة على زيت أو زبدة على زيت، أي حاجة انت عايزاها، كوباية ونص لبن. هنضرب كل ده في الخلاط. بعد كده هننزل بقى السوائل كده، وننزل ب3 كوبايات دقيق منخولين مرتين، وباكو بيكنج باودر وذرة ملح بسيطة جدا، ونقلب في اتجاه واحد يا جماعة. مهم جدا الموضوع ده، نقلب في اتجاه واحد كده لغاية ما الخليط كله يندمج وما تبقاش فيه دقيق ولا يبقى فيه أي حاجة. خلاص. بعد كده شايفين القوام؟ هو ده القوام اللي أنا عايزاه. هنقسم بقى الخليط لجزئين قد بعض. هحط هنا معلقة كاكاو وشوية لبن، طالما حطينا كاكاو نحط معلقتين لبن أو 3، ونقلب لغاية ما الخليط يبقى بالقوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، وبرده في اتجاه واحد. بصوا يا بنات، تحفة التحفة. نجيب بقى صينية مدهونة زيت ودقيق ورشينها كده معفرينها بالدقيق. بعد كده ننزل بقى بإيه؟ بشوية خليط من الأبيض، وبعد كده شوية خليط من الأسود. شايفين الشكل بتاعها في الأول؟ يعني تحفة التحفة، كل ما بتقطعي حتة بيطلع لك شكل جديد. اسمها كيكة ايه؟ كيكة الروعة، كيكة الجمال. بس كده هننزل نفضل بقى نكرر العملية لغاية ما نخلص الخليط كله معانا. وهنعمل حركة، ركزي معايا علشان يطلع بالشكل اللي انت شفتيه في اول الفيديو. لو وصلتي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش بقى تدعميني بلايك عشان يوصلك مني كل الفيديوهات بتاعتي، عشان انت لو ما عملتيش لايك مش هيوصلك فيديوهاتي، عشان اللي جاي حلو قوي 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 وهيعجبكم ان شاء الله. اشتركوا على قناتي على اليوتيوب هند عمر، وعلى الفيسبوك نودز كيتشن وز هند عمر، وعلى التيك توك هند عمر. بس كده، شايفين الجمال والحلاوة؟ يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين ايه. وبشكر طبعا ال5 6 اللي بيعملوا لي لايك، انا بحبكم جدا. خلاص، ده اخر خليط معانا، نحطيه باي شكل. دلوقتي هقولك بقى هنعمل ايه. بعد ما خلصنا بقى الخليط، طبعا رزعتين كده، ونجيب بقى السكينة ونعمل كده. تفضلي تعملي كده يعني، بصوا، ايوه كده. هندخلها الفرن مسخن مسبقا يا جماعه. انا مسخنه الفرن من قبل ما ابدا في الكيك على 180، وحطيتها في الرف اللي في النص، ومش هنولع لها الشوايه. وبتختبريها بتاخد في الفرن حوالي نص ساعه، من نص ساعه، من 30 دقيقه ل 45 دقيقه. بتطلع بالجمال والحلاوه ده. وبتسيبيها وبتعملي كده بالسكينه من الجوانب عشان تطلع معاكي بسهوله. وشايفين يا جماعه شكلها وحلاوتها وجمالها؟ انا حبيت بس اوريكم ارتفاعها من الجنب علشان تشوفوا قد ايه مرتفعه، وقد ايه حلوه جدا جدا، وطعمها طريه جدا جدا، وطعمها خطير. وانا كمان بقطعها لكم وهي سخنه كده زي ما انتم شايفين. بجد يا جماعه اللي ما جربهاش فاتوا كتير قوي. عايزه اقول لكم كل ما اقطع حته يعجبني الشكل فاروح اصوره تاني، من كتر ما هي كل ما بتقطعي حته بيطلع لك شكل تاني غير الشكل الاولاني. بصوا يا جماعه، حلوه جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. بحبكم قوي. باي باي.